طريقة رسم الحواجب زي المحترفين خطوة خطوة. اتفرجي على الفيديو للآخر علشان تستفادي. هوريكي اكتر طريقة لرسم الحواجب وهتطلعي بعد الفيديو ده ولا غلطة، بروفيشنال. بصي بقى معانا واكس الحواجب ده من توب فيس. ده انضف نوع واكس حواجب عامة، سوري، لان هو الغطا بتاعه شفاف، يعني مدي شكل مراية، فهيبيني وانا مش عاوزة ابين، فاهمين؟ ف ده شكله من جوه، وده بجد يعني بعد واكس هديل وان واي اكس و جود تو بي. ده حلو جدا 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 كاستعمال شخصي. انا استعملته من توب فيس، وبصراحه بيثبت الحواجب جدا، مش بينشفها ومش بيعمل قشره، وتمام قوي وحلو يعني من الانواع اللي رشحها لكم. كان تيجي معايا فرشه زي كده، بس هي اتكسرت مني، هي اطول من كده، هي اتكسرت مني انا. حلو. طيب ثبتنا حواجبنا بالواكس، انا بستخدم الفرشه دي مؤقتا. ثبتنا حواجبنا بالواكس وخلاص، ثبتت الحمد لله، نشفت وثبتت وبقت تمام. انت بتستخدمي جل حواجب، يبقى تستخدمي الفرشه دي اهي، لازم أن تكون كده اهي اهي، تمام. وبالمناسبه انا مش حاطه المانكير ده علشان انا بحب اللون ده، لا هو معفن، انا عارفه. انا بستخدمه علشان يقوي ضوافري بس، لان انا ضوافري مرهقه كده كده، ما بنزلش بيه وبمسحه على طول، يعني لان انا بصلي. فتاني خطوه قلنا يا هتستخدمي الجل حواجب، ده على حسب انت بتستخدمي ايه، الطريقه السهله ليكي انت. هتستخدمي جل حواجب، هترسمي حواجبك بيها، تمام. وبعد كده بعد ما هتحطي جل الحواجب على حواجبك، هتثبتي بالبودر، بودر نفس لون الحواجب. بس بعد ما بتاخدي الجل كده، بتمسحي الفرشه كده علشان ايه، تخليها رفيعه، بتمسحيها كده، بتدوسي عليها كده وبترفعي لفوق كده، تمام. بتعملي كده الاول على صباعك، وبعد كده بتمسكي كده تعملي كده، وبعد كده بتبداي ايه. طبعا مالكيش دعوه باللي انا عاملاه ده كله، انا كنت عشان عامله بس فيديو كنت بشرح فيه يعني الميك اب، فمبهدله نفسي كده. المهم يا ست الكل، انتي هترسمي تمام الحواجب كده من الديل ورا، تمام. وهتملي الفراغات بتاعتك، وبعد كده هتثبتي بالباودر. حلو. بتعرفي